يوم 27/6 مظاهرتي، أول يوم العيد. مظاهرتي راح تكون أمام الجامع الكبير في ستوكهولم. راح أحرق القرآن أمام الجامع. يعني انت جاي يوم عيد المسلمين وقدام المسلمين وتحرق كتاب المسلمين عشان تستفز المسلمين، ولو حد منهم مد ايده عليك ومسكك طلع ميتين امك يبقى ارهابي ومتطرف وابن 60 كلب. بيع دينك وعرضك يا ابن الكلب. أحرق القرآن، حصلت على رخصة بذلك. السعودية سمحت لك بكده عشان دي حرية شخصية وانت تعمل اللي انت عايزه، لكن لو واحد راح حرق علم البسكليتات يبقى عنصري ومش بيحبهم وضد طائفة من الشعب، ويبقى هو متطرف وارهابي وابن 60 برضه. عمرك شفت سفالة أكتر من كده؟ وعلى فكرة دي مش أول مرة تحصل، سواء في السويد حرق المصحف وكتاب ربنا، أو في فرنسا الرسومات المسيحية للدين الإسلامي والدين المسيحي. ودي مش آخر مرة لسه يحصل تاني، لأن هم عايزينك تتعود على المنظر، لأن هم الحاجة دي لما بتحصل أول مرة بتبقى لسه جديدة والناس بتفضل تتفاعل عليها والناس تطلع وبتصور وبتغضب، فبيبقى موضوع جديد. بس لما يحصل قدامك مرة اتنين وتلاتة وتلتمية مرة فأنت تتعود على كده. وبما ان الحيوان ده اصله عراقي، فالرجاله في العراق ما سكتوش، راحوا ولعوا في السفاره السويديه وطالبوا ان هو السفاره تسلمه لهم، لان هو لو اتمسك هيتاخد فوق سطح الواد حماده وحياة ربنا هتعمل معاه الصح. وطول ما بيحصل كده وطول ما بيحصل اكتر من حاجه بتسيء في الدين وبتهين في الدين، وكل ما في اعداء وكل ما في معارضين اعرف ان انت صح. يعني زمان لما كنت اسمع اللي جاي من بره دول خواجات، فكنت فاكر ان هم خواجات واجانب، يعني هم خواجات عشان اجانب، لكن هم طلعوا دلوقتي يعني لما كبرت اكتشفت ان هم حرفيا خواجات وولاد خواجات كمان. بره يا كلاب يا ولاد. مش شرط الواحد يمسك كتاب ربنا ويحرقه عشان يبقى بيستهين بالدين، ما في ناس كمان واخده الدين ده كده، في اللي بيفسر على مزاجه ويطلع لك فتوى للناس زي ما هو عايز وبدماغه عشان الناس عارف ان في ناس بتسمع كلامه فبيفتي زي ما هو عايز. وفي مثلا واحده ممثله بعد ما تعمل كل حاجه وحشه في الدنيا تقول لك انا رايح احج وربنا هيغفر لي. ماشي، دي حاجه بتاعت ربنا محدش يعرف يتدخل فيها يغفر ولا لا، ولا في ممكن يقول لك لا الايه دي بتقول كده بس انا مش مقتنع بيها مش حاساها. طب ما عنك ما حسيت، ما تروح في داهيه انت. الخلاصة ان حرق المصحف مش هيقلل من قيمته، مش هيقلل من كلام ربنا العزيز اللي موجود في كل مكان. مش حرق المصحف اللي عامل كده، بس عشان هو طالما عامل كده ومستني رد فعل يبقى لازم يكون في رد فعل. مش هنقول لك نروح نمسكه نضربه، تمام، عشان احنا برضه ما يقولوش علينا ان احنا همجيين وارهاب، بس على الاقل بالرد، على الاقل باللسان، مش احنا بس حرق المصحف يا حرام نخش نشوف الترند اللي بعده. لا مش كده، ما لازم يكون في رد فعل بجد عشان ما يحصلش حاجة زي كده.